بيبدأ فيلمنا بشاب اسمه جيمي وهو موجود في المطار وكان مسافر بره علشان يدرس في كلية الحقوق، وبيكون لسه مخلص دراسته ومتخرج من الكلية وأخيرا راجع لمدينته وأهله بعد مرور أكتر من سنة. وأول ما بيخرج من المطار بيلاقي أهله مستنينه بره علشان يستقبلوه، واللي بيكونوا مستنينه هم أمه وأبوه وكمان أخته الصغيرة، وحتى جدته بتبقى موجودة معاهم علشان تستقبله. وبيحضنهم جيمي أول ما بيشوفهم وبيكون طاير من الفرحة، وهم كمان بيكونوا مبسوطين جدا برجوعه ليهم. وبعدها بيجي عم جيمي اللي اسمه رودي علشان ياخده من المطار بعربيته، وبعد كده بيروحوا كلهم على البيت وبيقعدوا يفطروا سوا وبيتكلموا. واثناء ما هم قاعدين مع بعض بيلاحظ جيمي ان ابوه وامه بيتكلموا مع بعض بالالغاز، وبيكون واضح ان هم مخبيين حاجه عنه. فبيفضل جيمي يلح عليهم علشان يعرف مخبيين ايه، لحد ما بتتدخل اخته وبتقوله على كل حاجه وبتعرفه ان صاحب الشقه اللي هم فيها هيطردهم، وان هو مديهم مهله صغيره علشان يلموا حاجتهم ويمشوا، وده لانهم مش قادرين يدفعوا الايجار وعليهم ايجار متاخر كتير. فبيتصدم جيمي وبيسالهم عن المحل بتاعهم واللي المفروض بيدخل لهم مبلغ كبير محترم كل شهر. فبيعرفوه ان هم باعوا المحل من فتره علشان ابوه اتصاب بنوبه قلبيه وكانوا محتاجين يعالجوه. فبيتعصب جيمي وبيسالهم ليه كانوا مخبيين عنه كل الحاجات دي وهو مسافر. فامه بتقوله ان هم ما كانوش عايزين يشغلوه عن دراسته، وبيكون جيمي زعلان جدا وهو بيسمع الكلام ده. فبيحاولوا يخففوا عنه وبيقرروا يحتفلوا معاه بمناسبه تخرجه من الجامعه. وبالليل بيقعد جيمي يتكلم مع اخته عن كل حاجه اللي بيمروا بيها، وبيفضلوا يستعيدوا ذكرياتهم في البيت بتاعهم اللي كبروا فيه سوا واللي مضطرين يسيبوه دلوقتي ويمشوا بسبب حالتهم الماديه. وبيكون جيمي حاسس بالذنب علشان ما كانش موجود جنبهم في الظروف دي، وبيقول جيمي لاخته ان هو هيعوضهم عن كل ده وهيلاقي وظيفه محترمه براتب كويس وهيحل لهم كل مشاكلهم. لكن للأسف خطة جيمي مش بتمشي كويس ومش بيقدر يلاقي أي وظيفة، وده لأنه لسه متخرج وما عندوش أي خبرة. فبتساعده أخته وبتقرر توظفه معاها عامل نظافة. وطبعا جيمي مش بيبقى راضي عن الوظيفة دي لأن هو مؤهل عالي ومعاه شهادة كويسة، لكن للأسف ما بيكونش قدامه حل تاني. وحاليا جيمي واخته بيكونوا شغالين في بيت واحدة من أغنى الناس اللي في المدينة واللي بيكون اسمها فيكتوريا، وبتكون فيكتوريا دي عندها شركات صناعية متخصصة في مجال التكنولوجيا. ومن قريب أطلقت فيكتوريا إعلان عن تقنية متطورة جدا اسمها أوميك، والتقنية دي بتكون عبارة عن جهاز بيرتبط بالإنسان وبيحوله لآلة تدمير خارقة. وطبعا التقنية دي عبارة عن سلاح خارق، والسلاح ده ممكن يغير مسار العالم كله. وعلشان كده بتيجي بنت اخو فيكتوريا واللي اسمها جينفر علشان تتكلم معاها بخصوص التقنية دي. وبتقول جينفر لعمتها انهم كانوا متفقين انهم يوقفوا صناعة الاسلحة دي من زمان، وان هي مش تقدر تسمح لها تطلق تقنية زي دي للعالم. فبترد عليها فيكتوريا ان هي ما تقدرش تاخد اي قرار في الشركة، وان هي سايباها في منصب الادارة علشان خاطر ابوها المتوفي مش اكتر، لكن المنصب بتاعها ده ملوش اي لازمة، والقرار الاول والاخير هيكون لفيكتوريا وبس. فبتتعصب جينفر عليها وبيتخانقوا مع بعض، وبتكون فيكتوريا هتخلي المساعد بتاعها يطرد جينفر من مكانها. لكن في اللحظه دي بيتدخل جيمي وبيدافع عن جينفر وبيقول لفيكتوريا والمساعد بتاعها يبعدوا عنها. فبتتعصب فيكتوريا عليه وبتقول له ان هو واخته مطرودين من الشغل، وان لو شافتهم عندها تاني مش هيحصل لهم كويس. فبيضطر جيمي ياخد اخته ويمشي من المكان بعد ما اتطردوا بشكل مهين. وبيفضل جيمي مستني بره لحد ما جينفر تخرج وبيطمن انها كويسه، ولما بتخرج بتلاقيه واقف ومستنيها وبتشكره علشان دافع عنها، وكمان بتديله رقمها وبتقوله ان هي هتحاول تشوف له شغل تاني في شركتهم بدل الشغل اللي اتطرد منه، وبتودعه وبتمشي. فبيفرح جدا جيمي، بيكون واضح عليه ان هو بدأ يعجب بيها. وبالليل بيرجع جيمي للبيت وبيلاقي ابوه قاعد لوحده وبيكون شكله حزين. فبيطلع جيمي يقعد معاه وبيفضل يلوم نفسه على كل اللي بيمروا بيه، وبيقول لابوه انه خذلهم وان هم كانوا فاكرينه هيخلص دراسته ويلاقي وظيفة كويسة علشان يقدر يساعدهم، لكن دلوقتي بقى عبء اكتر عليهم. فبيحاول ابوه يواسيه وبيقول ان هو ملوش ذنب في اي حاجه، وبيقول له ان مفيش اي حاجه بتدوم في الحياه غير العيله، وعلشان كده لازم يفضلوا مع بعض مهما كانت الظروف اللي بيمروا بيها. فبيتاثر جيمي بكلام ابوه، بيتشجع وبيقرر يبذل كل جهده علشان يخرجهم من اللي هم فيه. والتاني يوم بيجهز جيمي نفسه وبيروح لشركه فاكتوريا واللي هي نفس الشركه اللي جينفر شغاله فيها. وبيكون جيمي رايح لهناك علشان يقابل جينفر ويسالها لو لقيت اي وظيفه، لكن اول ما بيقابلها بيلاقيها ماشيه بسرعه وعايزه تخرج من الشركه. فبيحاول جيمي يكلمها ويفكرها بنفسه وبيسالها عن الوظيفه اللي هي وعدته بيها،
فيكتوريا، لكن هي بترفض تتكلم معاه وبيكون واضح عليها انها بتحاول تهرب من حاجه. وفي نفس اللحظه دي بيتم اطلاق جرس الانذار لانه بيكون في اختراق امني في الشركه او في شخص سرق حاجه مهمه من المعمل. واول ما بيشتغل جرس الانذار بتترعب جينيفر وبتطلع علبه صغيره وبتديها لجيمي وبتطلب منه ياخد العلبه دي ويمشي فورا من المبنى، وبتقول له بتاكد عليه ما يفتحش العلبه دي نهائي ولا حتى يحاول يعرف اللي فيها وان هي هتتواصل مع تاني. وبيتضح ان جينيفر هي اللي سرقت حاجه من المعمل واديتها لجيمي علشان يخرج بيها ومحدش يشك فيها هي. ولما بياخد جيمي العلبه وبيرجع على بيته بيحكي لاهله على كل اللي حصل، وكلهم بيكونوا مستغربين من الموضوع وبيطلبوا منه يفتح العلبه ويشوف فيها ايه، لكن بيرفض جيمي وبيقول لهم ان هي اكدت عليه ما يفتحش العلبه مهما حصل. لكن هم بيفضلوا يزنوا عليه لحد ما بيغير رايه وبيقرر ان هو يفتحها. بيلاقي فيها جعران فرعوني، لكن الجعران ده بيكون شكله غريب شويه، فبيقرر جيمي يقفل العلبه ويسيبه مكانه. لكن اهله بياخدوا منه العلبه ويفضلوا يحدفوها لبعض علشان يضايقوه، فبيتعصب جيمي وبياخدها منهم. لكن مجرد ما بيمسكها بيصحى الجعران من حاله الثبات اللي هو فيها، وفجاه بدون سابق انذار بيهجم الجعران على جيمي وبيدخل جوه جسمه، وساعتها بتتولد كهرباء قويه جدا في المكان وبيندمج الجعران ده مع جسم جيمي وبيحوله لكائن غريب عنده قوه خارقه. وطبعا جيمي واسرته ما بيكونوش فاهمين اي حاجه، فبيحاول جيمي يفهم اللي بيحصل، لكن بيلاقي نفسه ضرب قوه صاروخيه لدرجه ان هو وصل للفضاء. وبيتفاجئ جيمي ان هو عنده القدره على الطيران، لكن ما بيكونش قادر يتحكم في القدره دي، وبيفضل جيمي يتحرك بقوه في كل مكان وبيكون مش عارف يسيطر على نفسه ولا عارف يتصرف ازاي في المصيبه دي، لحد ما في النهايه بيقع على الارض بقوه من ارتفاع عالي جدا، ورغم كده مش بيحس باي الم وبيكون سليم ومفيهوش اي حاجه. لكن اثناء ما جيمي كان واقف في الشارع بيلاقي اتوبيس جاي عليه بسرعه كبيره وبيكون خلاص على وشك ان يخبطه، لكن في اخر لحظه بيطلع درع غريب من جسمه وبيحميه وبيقسم الدرع ده الاتوبيس لنصين. وطبعا كل اللي في المكان بيكونوا في حاله اندهاش ومش مصدقين اللي بيحصل، واكتر واحد ما بيكونش فاهم حاجه هو جيمي، لحد ما فجاه بيتسحب جيمي وبيرجع لبيته تاني وبيلاقي نفسه رجع لهيئته البشريه، فبيقع على الارض وبيغمى عليه من كتر الصدمه. وبعد شويه بيفوق وبيبدا يستوعب اللي حصل، فبيقوم بسرعه يلبس هدومه علشان يروح لجينيفر ويحكي لها على كل اللي حصل على امل انه يفهم منها اي حاجه. واثناء ما هو بيلبس هدومه بيتفاجئ بان الجعران بقى جزء من جسمه وكمان متصل بعموده الفقري، فبيترعب اكتر من الاول وبيروح بسرعه ياخد عربيه عمه رودي وبيروح لشركه فاكتوريا. ومجرد ما بيوصل لهناك بيلاقي جينيفر خارجه بسرعه من الشركه وبيبان ان هي برضه بتحاول تهرب، فبينادي عليها جيمي علشان يشوف المشكله، فبتركب معاه جينيفر وبتقول له يتحرك بسرعه. وفي اللحظه دي بييجوا مجموعه اشخاص مسلحين وبيبداوا يضربوا نار عليهم، فبيتحرك جيمي بسرعه بالعربيه وبيهربوا من المكان. وبعدها بيرجع جيمي للبيت وهو معاه جينيفر وبيبدا يحكي لها على كل اللي حصل معاه وبيوريها الجعران اللي بقى جزء من جسمه، فبتبدا جينيفر تفهمه كل حاجه عن الجعران ده من البدايه وبتفهمه ان ابوها هو اللي لقى الجعران ده من زمان، واكتشفوا فيما بعد ان الجعران ده فيه قوه جباره ممكن تدمر العالم كله، وعلشان كده ابوها خبى الجعران ده علشان ما يقعش في ايد اي شخص لحد ما ابوها مات، فاستولت فيكتوريا على الجعران ومن ساعتها وهي بتحاول تستخدمه كسلاح، لكنها ما بتكونش قادره تستخدمه لان مش اي حد يقدر يفعل الجعران ده لانه قوي، ولازم الجعران هو اللي يختار المضيف بتاعه ويديله القوه. وبتعرفه جينيفر ان الجعران هو اللي اختار جيمي واندمج معاه واداله قوته الخارقه، فبيقول لها جيمي ان هو مش مهتم بالكلام ده كله وان كل اللي هو عايزه يخرج الجعران من جسمه. فبتقول له جينيفر ان هي ما تعرفش ازاي تخرجه من جسمه، لكن تعرف مكان معين ممكن يلاقوا فيه اجابه لاسئلتهم، وبتقول له ان مفتاح المكان ده موجود في الشركه، لكن اكيد عمتها مأمنه الشركه كويس خصوصا انها سرقت الجعران منها، او بتحذرهم وبتقول لهم ان عمتها هتقلب الدنيا علشان ترجع الجعران ده. لكن جيمي ما بيهتمش بكل ده وبيقرر يروح لهناك ويجيب المفتاح، وفعلا جيمي بياخد جينيفر وبيروحوا لهناك وبيروح معاهم رودي عم جيمي، وده لان رودي بيكون معاه جهاز يقدر يشوش على كل اجهزه الامن اللي في الشركه ويخلي جيمي وجينيفر يدخلوا من غير ما اي حد يحس بيهم. وفعلا بيشغل رودي الجهاز ده وبيقدر يشوش على كل الكاميرات وبيدمر كل وسائل الحمايه، وساعتها بيدخلوا للشركه وبيبداوا يدوروا على المفتاح، وما بيعديش وقت طويل وبتقدر جينيفر تلاقي المفتاح ده واللي بيكون عباره عن ساعه متطوره كانت تخص ابوها. وبعد ما بيلاقوا المفتاح بياخدوه معاهم وبيمشوا من المكان بسرعه، لكن وهم خارجين بيتفاجئوا بمساعد فاكتوريا وبيكون واقف قدامهم وبيكون عارف ان الجعران معاهم، فبيهجم عليهم علشان ياخدوا منهم بالقوه. لكن في اللحظه دي بيتحول جيمي وبيلاقي نفسه لابس بدله خارقه تاني وبيقدر يمسك مساعد فاكتوريا ويحدفه لبعيد بمنتهى السهوله. وقتها بيتفاجئ جيمي بان المساعد ده بيتحول هو كمان وبيلبس بدله خارقه هو كمان، وبنعرف ان البدله دي تبقى هي تقنيه اوميك اللي فاكتوريا طورتها، وبتكون بدله قويه جدا لكن فيها حاجات كتير ناقصه، وفاكتوريا كانت ناويه تكمل
الحاجات دي بالجعران لكنها للاسف فشلت، وبرغم من كده بتكون البدله فيها قوه رهيبه، وبيبدا المساعد يشتبك مع جيمي بالبدله الخارقه بتاعته، فبيحاول جيمي يتصداه. وقتها جيمي بان ان هو قادر يتواصل مع الجعران وبيقدروا يتكلموا مع بعض عادي، لكن علشان دي بتكون اول مره يتواصلوا مش بيقدروا يفهموا بعض بشكل كامل، فبيستغل مساعد فاكتوريا التشتت اللي بينهم وبيقدر يهزم جيمي وبيكون خلاص على وشك ان هو يقتله. لكن في اخر لحظه بيتدخل رودي وبيحدف الجهاز اللي معاه على مساعد فاكتوريا وبياخد جيمي وبيهربوا من المكان. وبعد ما بيهربوا بتقرر جينيفر تاخدهم لمكان اللي ممكن يلاقوا فيه الاجوبه، وتاني يوم بتاخدهم للبيت اللي قضت فيه طفولتها وبيكون معاها جيمي ورودي. ولما بيدخلوا للبيت بتستخدم جينيفر الساعه اللي معاها وبتقدر تفتح سرداب سري موجود تحت البيت، وبمجرد ما بينزلوا للسرداب ده بيتفاجئوا بان في بدله بطل خارق موجوده في السرداب ده وكمان ادوات خارقه كتير. وبتبدا جينيفر تعرفهم ان ابوها كان بطل خارق زمان اسمه بلو باتل، وبتقول لهم ان لما ابوها لقى الجعران ده حاول يفتحه ويستخدم القوه اللي فيه لكن ما قدرش، علشان كده صنع بدله خارقه واستخدم البدله دي في حمايه المدينه من الاشرار، والاهم من كده ان هو استخدمها في انه يحمي الجعران. وقتها بيكون رودي متحمس جدا وهو بيسمع القصه دي لان هو كان يعرف بلو باتل زمان وكان بطل الخارق المفضل. فبتقول لهم جينيفر ان ابوها فضل يدرس الجعران ده لسنين ولو في اي معلومه هتفيدهم فاكيد هتبقى في المكان ده. فبيقعد رودي يدور على كل حاجه تساعدهم، وبتطلع جينيفر مع جيمي علشان تعالجه وتجيب له هدوم جديده، لكن لما بيطلع جيمي بيتفاجئ ان جروحه بتتلائم لوحدها. فبيقعد مع جينيفر وبيفضلوا يدردشوا سوا وبيبان ان هما الاثنين معجبين ببعض لحد ما بيدخل رودي عليهم وبيقول لهم ان هو اكتشف حاجه مهمه، فبينزلوا معاه علشان يشوفوا اكتشف ايه. فبيقول لهم رودي ان هو عارف ان الجعران ده لما بيدخل جسم انسان بيندمج مع كل خلايا جسمه وبيكون جزء من جسم الانسان، ومفيش اي طريقه يخرج بيها غير لما الانسان اللي هو اندمج معاه يموت. فبيتصدم جيمي وبيفهم ان الجعران هيفضل ملازمه طول حياته وبيفقد اعصابه وبيفضل يتخانق معاهم وبيقول على الجعران ده لعنه، وفي النهايه بيسيبهم وبيمشي. فبيروح عمه وراه وبيحاول يهديه ويخفف عنه وبيقول له رودي ان هو مقدر ده جدا وانه عارف ان هو صعب عليه او يعيش جواه كائن غريب زي ده، لكن لو بص للموضوع من الجنب الايجابي هيلاقي نفسه بطل خارق. وبيقولوا ان الجعران اختاره هو بالتحديد لان هو اكيد اكتر واحد يستحق القوه دي، وبيفضل يشجعه لحد ما بيخلي نظرته تتغير للموضوع. وفجاه وهم بيتكلموا بتعدي طياره مسلحه من فوقيهم تيجي تحذرهم وتقول لهم ان دي طياره من طيارات فاكتوريا، لكن الغريب ان الطياره بتعدي من فوقيهم وبتكون متجهه لمكان تاني خالص. فبيفهم جيمي ان الطياره دي رايحه لبيته هو، فبيقرر يطلع وراها فورا علشان يلحق اهله. وفي نفس الوقت بتوصل الطياره لبيت جيمي وبينزل منها عدد كبير جدا من الجنود واللي بيحاصروا البيت من كل اتجاه، وبيكون هدفهم انهم يقضوا على جيمي حتى لو كان جثه. وبتكون فاكتوريا هي اللي بعت الجنود دول علشان يستردوا الجعران، وبيدخلوا الجنود للبيت علشان يقبضوا على اسره جيمي وبيدمروا كل حاجه في المكان وبيهددوا الاسره بالقتل لو ما اعترفوش على مكان ابنهم، لكن طبعا محدش منهم بيعترف باي حاجه لحد ما بيكونوا خلاص هيتقتلوا. وفي اللحظه دي بيوصل جيمي للمكان وبيبدا يشتبك مع الجنود، وساعتها بنشوف ان جيمي قدر يتفاهم مع الجعران وبقى في تناغم بينهم، وبيقدر جيمي يتفوق على الجنود دول بمهاره عاليه وبيكون خلاص اعتبر هو اللي هزمهم. لكن اثناء ما هو مشغول في القتال بيتسبب ابوه اصابه خطيره وبيقع على الارض، فبيشتت تركيز جيمي وبيجري على ابوه، فبيستغلوا اللحظه دي وبيضربوا جيمي بجهاز يشيل الحرج، فبيثبت جيمي مكانه وما بيكونش عارف يعمل اي حاجه. في اللحظه دي بيجي مساعد فاكتوريا وبياخد جيمي وهو في الحاله دي وبيمشي، وبعدها بتوصل الاسعاف بيحاولوا ينقذوا ابوه، لكن للاسف بيكون فات الاوان لانه بيكون مات. وساعتها بتنهار الاسره كلها وبتكون حالتهم صعبه جدا، ده غير انهم كمان قلقانين على جيمي وخايفين عليه بعد ما فاكتوريا خطفته. فبتيجي جينيفر تتكلم معاهم وبتقول لهم ان هي عارفه المكان اللي فاكتوريا هتاخد جيمي عليه، وبتطلب منهم يثقوا فيها ويجوا معاها علشان ينقذوا جيمي قبل فوات الاوان. وفي نفس الوقت بتكون فاكتوريا خدت جيمي لمعمل سري في منطقه معزوله، وده علشان تمتص قوه الجعران الخارقه منه وتقدر تكمل تطوير تقنيتها الحربيه وتنشرها في العالم كله. واول ما بيفوق جيمي بتشغل فاكتوريا الجهاز وبتبدا تمص قوته علشان تنقلها للمساعد بتاعها واللي بيكون اسمه باكس، لكن المشكله ان جيمي ما بيستحملش الجهاز ده وبيفضل يتألم بسبب الجهاز اللي بيمتص قوته وبيكون خلاص هيموت. وقتها بيشوف جيمي رؤيه لابوه وبيكون ابوه بيودعه فيها، وكمان بيفضل ابوه يدعمه علشان يتقبل جيمي مصيره ويبقى هو بلو باتل الجديد، وبيقول لابوه ان هو هيفضل معاه في كل خطوه وهيكون فخور بيه، وبعدها بيودعه ويمشي. فبيتأثر جيمي جدا بكلام ابوه، بيقرر يستعيد قوته ويتصدى لفاكتوريا، وفعلا بيضغط جيمي على نفسه وبيقدر يتحرر من الجهاز، لكن بيكون باكس امتص جزء كبير من قوه الجعران وبقى اقوى من
الاول بمراحل، وبيبدا باكس يطارد جيمي وبيحاول يقتله، فبيضطر جيمي يهرب منه لانه بيكون لسه ما استعادش قوته بالكامل. لكن اثناء ما هو بيهرب بيحاصروه مجموعه من الجنود وبيكونوا هيخلصوا عليه. في اللحظه دي بتدخل جدته وبتخلص على كل الجنود دول وبتنقذ حياته، وبعدها بتكون اسرته كلها وصلت للمكان وبيدوروا عليه. ولحسن الحظ جدته بتكون وصلت في الوقت المناسب وبتاخدوا جدته للمكان اللي باقي الاسره موجود فيها، وبيفرحوا كلهم اول ما بيلاقوه لسه حي. لكن المفاجاه ان جينيفر واخته بيكونوا خرجوا يدوروا عليه ولسه ما رجعوش، وبيكون جيمي استعاد قوته خلاص، فبيقرر يرجع بسرعه علشان يدور عليهم. وفي نفس الوقت بتكون اخته متحاصره من عدد كبير من الجنود وهتموت خلاص. وفي الوقت ده بيوصل جيمي وبيخلص على الجنود دول واحد ورا التاني وبينقذ اخته وبيطمن عليها، وبيلاقي باكس بيهجم عليه بشكل مفاجئ. فبتدور معركه قويه بينه وبين باكس، والاتنين بيكونوا اقوى من بعض. وبيبان في المعركه دي ان جيمي والجعران بقوا كيان واحد، وبيكون جيمي بيستخدم قوته باحسن شكل ممكن وبيقدر جيمي يهزم باكس. لكن المشكله ان هو بيفقد السيطره على اعصابه وبيكون عايز يخلص عليه تماما وينتقم لابوه. لكن الجعران بيوقف جيمي وبيعرفه ان هو دخل على ذكريات باكس وعارف ان هو ملوش ذنب في اي حاجه، وان فاكتوريا دي قتلت ام باكس زمان، وبعدها خدت باكس وفضلت تعمل عليه تجارب لحد ما وصلته للحاله اللي هو فيها. وبيفهمه ان باكس ما يعرفش اي حاجه عن ماضيه وان هو عباره عن آلة متحركه فاكتوريا هي اللي بتتحكم فيها. فبيقرر جيمي يعفي عن باكس وبيحكي له على اللي فاكتوريا عملته فيه هو وامه، وساعتها بيبدا باكس يفتكر كل حاجه وبيقرر هو اللي ينتهي من فاكتوريا. وبيروح باكس لفاكتوريا علشان يقتلها، وبيقرر ان هو يقتل نفسه معاها علشان يدمر البدله المسلحه بتاعته ويتاكد ان مفيش اي حد تاني هيستخدمها. وبالفعل بيفجر باكس نفسه وبيدمر كل حاجه، والاهم من كده ان هو بيقتل فاكتوريا وبيخلص العالم من شرها. وبعدها بياخد جيمي اسرته وجينيفر وبيمشوا من المكان بعد ما بيكونوا نفذوا مهمتهم بنجاح. وبعد موت فاكتوريا بتستلم جينيفر منصب مديرة الشركه وبتطلع تعلن للناس ان شركتها مش هتصنع اسلحه تاني وان هم مش هيصنعوا غير الحاجات اللي تخدم الناس وتساعدهم في حياتهم. وفي نفس الوقت ده بيكون جيمي واسرته رجعوا لبيتهم تاني وبيلاقوه متدمر تماما بسبب اللي فاكتوريا عملته فيه، وما بيكونوش عارفين هيعملوا ايه في المشكله دي ولا هيباتوا فين، لحد ما بيلاقوا ان جيرانهم متجمعين وجايين يساعدوهم علشان يرمموا البيت ويصلحوه. وبالفعل بيبداوا على طول في تصليح البيت والكل بيكون مبسوط بالمساعده. وكمان بتيجي جينيفر تساعدهم وبتكون جايبه معاها عربيه الرودي بدل العربيه اللي اتدمرت، وبيدخل جيمي يتكلم معاها وبيشكرها على كل اللي عملته علشانهم. وبعدها بيعترف لها جيمي بمشاعره اتجاهها وهي كمان بتعترف بمشاعرها، وبكده بنعرف ان هم هيكملوا حياتهم مع بعض. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه فيلمنا. متنساش يا صديقي انك تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.